انت لما تاخد كورس السيسكو سيرتيفايد نتورك بروفيشنال انت كده حطيت رجلك على طريق البروفيشناليزم. يا هلا بكل المهندسين اللي خلصوا كورس السي سي ان اي وكمان عايزين ياخدوا كورس السي سي ان بي علشان خاطر هم محترفين، عشان خاطر اصلا معنى كلمه سي سي ان بي هي سيسكو سيرتيفايد نتورك بروفيشنال. انت لما تاخد كورس السيسكو سيرتيفايد نتورك بروفيشنال او سي سي ان اي انت كده حطيت رجلك على طريق البروفيشناليزم، عشان خاطر مجال الشبكات فعلا عايز ناس بروفيشنال. برحب بيك في كورس السي سي ان بي واتمنى الشرح بتاع الفيديو يعجبك. وطبعا مش عايز اقول لكم ان انا كده شرحت الكورس السي سي ان اي في الجامعه الامريكيه وهتلاقيه طالع لك من الاي اللي فوق هنا، واكيد الناس اللي بيسمعوا الفيديو دلوقتي مش عايزين مني مقدمه طويله قوي على شرح الكورس. بتمنى ان انت تستمتع بشرح الكورس وتعرف كل حاجه، ويا ريت لو انت ما عرفتش اللي انت عايز تعرفه من خلال الشرح بتاعي يا ريت تسيب لي تحت سؤالك في الكومنتس، انا برد خلال دقيقه او نص دقيقه. وبتمنى تدعم موبايل ايدي كوتشنج عشان خاطر نفضل مكملين في النوع ده من المحتوى، وخلينا ندخل على شرح. يا هلا بالبروفيشنالز والناس اللي فعلا تقيله وبتشتغل على نفسها، والناس الجامده جدا اللي غالبا ممكن يكونوا خلصوا السي سي ان اي وجايين عشان يشوفوا اكتر او يسمعوا اكتر عن السي سي ان بي، او الناس اللي عندها طموح وعايزه بتحضر نفسها بقى انها تدرس السي سي ان اي والسي سي ان بي، فبيعرفوا اكتر عن التو بروجرامز. انا مبسوط جدا انك هنا، ومبسوط جدا ان انت اخترت عقبال ايدي كوتشنج عشان تشرح. سيان لقيت الفيديو الوحيد او استبشرت خير في التشانل وات ايفر. انا مبسوط مبسوط بالظروف اللي جمعتنا عامه. بتمنى تدعمني هنا في عقبال ايدي كوتشنج وتعمل سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو، ده هيبسطني جدا جدا ويخليني اكمل في الكونتنت ده اكتر بحماس. كده ان شاء الله هكمل بمعية الله بس ده بيشجعني اكتر. طيب احنا النهارده هنتكلم عن كورس سي سي ان بي، ده مينلي للناس مهندسين الشبكات والناس اللي مهتمين جدا بمجال الشبكات. ده كورس يعتبر او سيرتيفيكت تعتبر من السيرتيفيكتس البروفيشنال، تمام. والنهارده هنتكلم على كل حاجه تخصها، ايه البروجرام اوفر فيو، الليرنينج اوتكمز اللي ايه الادميشن والريكويرمنت ادميشن ريكويرمنتس اللي لازم تكون عندك عشان تاخد الكورس، والفيز بتاعت الكورس. متنسوش كده تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وخلينا نبدا. طيب دلوقتي في كورس اسمه سي سي ان بي، زي ما احنا متعودين ان احنا بنشرح الاثنين دولت بعدين بنخش تحت. طيب السيسكو سيرتيفايد نتورك بروفيشنال انتربرايز سي سي ان بي، سيسكو سيرتيفايد نتورك بروفيشنال. طيب والسي سي اي مش فاكر اختار لي كلمه ايه بصراحه، مش عارف. يا ريت الناس تكتب لنا تحت في الكومنتس ايه السي سي ان سي سي اي اي ده، دي اخر الهرم بقى. طيب هنا بيقول لك والله achieving Cisco Certified Network Professional Enterprise CCNP certification proves your skills with enterprise networking solutions. ودي حاجه جميله جدا جدا. بتقول لك الموضوع ده بيثبت ان انت والله عندك بروفيشنال سكيلز في حته الانتربرايز نتوركينج سولوشنز. انت خلاص بقيت راجل بتعرف تلاقي حلول بشكل محترف، بقيت راجل محترف في الحته دي. The certification covers core technologies and enterprise focus area of your choice. شهادة الشبكات، دي الحتة فوكس اريا في شهادة الشبكات دي. خلاص بقى الناس مش مجرد ان انا واخد سي سي ان اي، لا ده انا اخترت الشبكات وداخل بقى في السي سي ان بي بقى اللي هو انا جاي اخد السيرتيفيكت دي. طيب عشان كده بقولك ما حطش كلام كتير، على عكس السي سي ان اي ليه حط كلام بقى عشان خاطر الناس تفهم ايه الموضوع ايه الدنيا. وبتمنى برضو لو انت ما سمعتش كورس السي سي ان اي تسمع كورس السي سي ان اي بتاع الاي سي. طيب هنا بيقول لك دي الكورس انفورميشن، دي الداتا بتاعت الكورس. طيب والله بيقول لك الديوريشن بتاعته 140 ساعه، 140 ساعه معتمده من الاي يو سي، تمام. وغالبا الاعتماد تحت راح فين؟ لا مش موجود لسه، هو موجود بس مش محطوط تحت. طيب السبجكت نتورك اند سكيورتي، ده السكشن بتاعها. اللوكيشن تحرير وسكيور بس يا جماعه، اللي هو هنقدر ندرس في الفرع بتاع الجامعه الامريكيه كليه التعليم المستمر في الفرع اللي في تحرير بس، مش هنقدر نروح فروع تانية. فده دي الايشو، مش الايشو ولا حاجه، هندرس الفرع، هندرس الشهاده هنا مش في فرع التجمع. طيب الفورمات في اونلاين وفي ان كلاس، في الاثنين. السي يوز
14 قلنا ان سي يو دي يختصر لي كلمة continuing educational unit، واليونت ب10، فكده الايه اليونت الواحدة ب10 هنا 14 يبقى كده 140 ساعة. states on demand لان هم يعني بياخدوا جروب باي جروب. اما انا رحت هناك واتكلمت معاهم هناك قالوا ان هم بيدرسوا جروب في جروب، يعني غالبا ما بيكونش اتنين مع بعض، بتكون باتش دفعة ودفعة ورا بعضها. طب عايز تحجز بتكلمهم بقى، بتكلم الرقم ده باشمهندس مش فاكر اسمه ايه بصراحة، تمام، او تكلم الايميل او تبعت ايميل لهنا وهم هيردوا عليك برضو. ماشي كده ايه الدنيا. طيب بروجرام اوفر فيو، ايه الدنيا بقى جوه الكلام. طيب عندنا والله CCNP Enterprise Program includes 2 courses، على عكس CCNA كان فيها 3 courses جوه، تمام، بس هنا بقى فيها 2. طيب Implementation and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies. طبعا بقى الناس اللي بتسمع كورس ناس واخدين NA او ليهم خبرة وجايين ياخدوا ال NP وعارفين الكلام ده، وعارفين يعني ان هو كلام ممكن يكون مش ممكن، هو كلام بروفيشنال وكده. بتمنى برضو الناس اللي عارفة تشاركنا تحت في الكومنتس، لان في طلبة بيجوا يتفرجوا على الكورس عشان برضو يلاقوا ديتا تحت في الكورس، عشان خاطر يعني يعرفوا الدنيا فيها ايه تحت. طيب The Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies ENCOR course gives you the knowledge and skills، اهو بقى هنا المهم، gives you the knowledge and skills needed to configure, troubleshoot and manage enterprise wired and wireless networks. خليك تconfigure وترابل وتمانج، تدير وتعرف وتصين الشبكات السلكية واللاسلكية بقى على مستوى الكبير، تمام. هنا بقولك you will also learn to implement security principles. security بقى implement automation and programmability within an enterprise network and how to overlay network design using SD access and SD WAN solutions. الكلام ده كبير، الكلام ده كبير يا جدعان، الكلام ده كبير. ناس بتوع الشبكات الكلام ده كبير. هنا بيقول لك بقى ان انت ايه الحته بتاعت السكيورتي بقى اللي الناس كلها بتسعى لها بقى، السكيورتي يا باشا. هنا تطبق بقى، تعرف تطبق هنا اتعلم تعرف تطبق مبادئ الامان بقى والسكيورتي، وامبلمنت الاوتوميشن. الحته بتاعت الاوتوميشن دي حلوه جدا بقى، والبروجرامابيلتي. الشبكه هتشتغل يعني هتعملها اوتوميشن بقى، تبقى ايه مع نفسها شغاله. فكرني الموضوع ده بالPLC، بس دي حاجه ودي حاجه طبعا. الحته بتاعت الاوتوميشن دي حته جامده جدا، وهتلاقوا في المناهج الجديده برضو في الCCIE تحفه. وبرضو بتتحدث الCCNA، بس هنا بصراحه انا كان نفسي ادرس المجال عشان خاطر الحته دي بصراحه. فمبارك عليكم. Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services NARSI ENARSI. Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing Services gives you the knowledge need to install, configure, operate and troubleshoot an enterprise network. تمام. This course covers advanced routing and infrastructure technologies, expanding on the topics covered in the Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Technologies core course. الموضوع كله يا جماعه بيدور حوالين الحته بتاعت الشبكات الكبيره بقى، Enterprise Networks. والموضوع هنا very professional. الناس اللي يا ريت الناس الاكسبيرينسد تقول لنا كده الدنيا هنا فيها ايه، يعني تشرح لنا، تقول لنا الحته دي كذا الحته دي كذا. انا مش هقدر اعمل ده لوحدي كاحمد، يعني انا ممكن اكون عندي خبره صغيره في المجال وبتكلم بيها، اوكي. ممكن تلاقيني مثلا سقطت حته، ممكن تلاقيني محتاج مثلا حد يقول الحته دي في الكومنتس، يعني يو ار ويلكم. كل حد عنده حته فيري بروفيشنال او هتفيد الناس يكتبها تحت في الكومنتس يا ريت. طيب الليرنينج اوتكمز اتعلم ايه بقى؟ اجهز بقى عشان خاطر بص 52، فاحنا نعرف ايه هنحاول نتكلم فيهم كده ايه بشكل مبسط. explain يعني هنا mainly هتعرف بقى هنا by the end of this course learners will be able to هتكون قادر على ان انت تعمل الاتي. طيب explain the various hardware and software switching mechanisms
and operations while defining the ternary content addressable memory TCAM and content addressable memory CAM along with process switching, fast switching and Cisco Express forwarding concepts. الكلام ده very professional. اوكي طيب describe the redundant switched networks using spanning tree protocol. Explain layer 2 connectivity using VLANs and trunking. Explain link aggression using ether channel. الكلام ده يا جماعة كله هتلاقيه تحت في اللينك برضو لو انت عايز تستفيده وعايز تقرأه. تمام. describe the features matrix and path selection concept of enhanced interior gateway routing protocol. Describe the features of open shortest path first OSPF and OSPF v3 including adjacencies, packet type and area summarization and route filtering for IP version 4 IP version 6. طيب بصوا عشان خاطر وقت الفيديو ما يطولش قوي على الناس والناس تكون عارفه كل الحاجات بدري نتكلم في كل كورس بدري. انا هسيب اللينك تحت بتاع الكورس. محتاج تقرا كل الحاجات دي انت علشان خاطر تعرف الامور بتاعتك في ايه وتعرف هتتعلم ايه، لان حتى انت كمان الكلام ده انت ممكن تحتاج تسرش عنه لانه كلام فيري تكنيكال بالنسبه لي. تمام. فانا نقلت لك الكورس وعرفتك ان هنا في CCNP في الجامعه الامريكيه، بس انت هنا بقى دورك ان انت ايه، ان انت تخش وتقرا الكلام ده. تمام. علشان خاطر برضو وقت الفيديو ما يطولش وعشان خاطر الناس ما تزهقش من كتر الشرح. تمام. even if لو انا ممكن اقدر اعرف اشرح شويه منهم، بس خلينا ايه نسيب اللينك تحت في الديسكربشن وانت كده ايه تنزل تبص عليهم بصه. اوكي طيب والادميشن ريكويرمنتس بقى. knowledge and skills you should have before attending this course. بقول لك ان الحاجات دي الحاجات والسكيلز اللي المفروض تكون عندك يعني قبل ما تحضر الكورس ده. general understanding of network fundamentals. لازم يكون عندك الايه يعني فهم عام كده لاساسيات الشبكات. ماشي. basic knowledge of how to implement LANs. طبعا حضراتكم عارفين LANs طبعا اللي هي اللوكال اريا نتوركس. اقول لك بقى ان انت تعرف يعني البيسك نوليدج اللي انت تعرف تعمل implementation لللانز. general understanding of how to manage network devices. فهم كده ان انت ازاي تعرف تدير اجهزة الشبكة. طيب general understanding of how to secure network devices. الحته بتاع السكيورتي بيطالبك ان انت انها تكون عندك هنا ان انت تكون عارفها. basic knowledge of network automation. الحته بتاعت الاوتوميشن طبعا اللي احنا ذكرناها فوق لازم يكون برضك عندك basic knowledge في الحته دي. basic understanding of enterprise routing and wireless connectivity. الكونكشن بقى يا جماعه ما بين ده وما بين دي وما بين ده، محتاج تكون عارف كل الكلام ده قبل ما تخش الكورس. ده يفضل لمصلحتك عشان خاطر تستفيد بالكورس، لان هو ممكن ما يشرحلكش. تمام. واما ما يشرحلكش هو هيبني عليها، فبالتالي لو انت ما عندكش البيس اللي هو بيطالبك بيها اللي هي البيسك يعني مش هتعرف تعلي العواميد وتبني بيت بقى. فهنا المقصد يعني. بس كويس ان هو مش حاطين ان شرط ان انت تكون واخد CCNA. دي حاجه كويسه جدا، دي حاجه فيري بروفيشنال منهم. تمام. يعني حتى لو جيت تفكر فيها ان هم الناس هنا مش بيدوروا على الفلوس قد ما بيدوروا على مصلحتك انت. هو بيقول لك والله هو ما قالكش ان انت لازم تاخد CCNA، ولكن محتاج يكون عندك الداتا دي. لو انت عندك الداتا دي من بره تعالى مع عندنا حضر الكورس بتاع CCNP. الفيز ايه بقى بتاع الكورس؟ الفيز بتاع الكورس 9700 جنيه قصاد 140 ساعه. طيب يا جماعه الحته بتاعت الفيز دي انا عايز اتكلم عنها. خليني كده بص اهو الحته بتاعت الفيز دي عايز اتكلم عنها. تمام. علشان خاطر الموضوع ده شائك قوي لبعض الناس، يعني يقول لك يا عم الفيز غاليه وبتاع. انا مش هقول ان الفيز مش غالي. تمام كده حلو. مش هقول لك ان الفيز مش غاليه، الفيز غاليه ومش عارف ايه وبتاع. خليني ماشي معاك للاخر في الحته دي، بس خلينا نتكلم.
برضو ليه اللامبورجيني غالية، وليه الفراري غالية، وليه النضارة الريبان الأصلية غالية، وليه يعني ليه ليه كل الحاجات دي غالية، بغض النظر عن براندنج وبغض النظر عن ان هي من ساسكو، ان كل الشركات بتعمل براندنج وبتاع عشان خاطر تبيع والكلام ده كله، والبراندات وفراري ومش فراري والشغل ده. بس انت هتاخد قيمة قصاد سعر، صح؟ يعني انت لو لقيت CCNP دي في اي حته بره هتلاقي يقول لك والله 70 ساعه 100 ساعه مش عارف ايه. مش يا ريت توصل ل 100 ساعه كمان، ده تبقى اقل من كده. انا خدت كورس CCNA قبل كده في حته كان 60 ساعه، هنا في الAUC 160 ساعه، متخيل؟ فاهم قصدي؟ انت هنا بالمبلغ ده هتدرس 3 شهور في الجامعه الامريكيه، هتعمل علاقات محترمه جدا جدا، تدرس في مكان محترم جدا جدا، انستراكتورز على اعلى مستوى، مكان على اعلى مستوى، معامله على اعلى مستوى، لاب على اعلى مستوى، كوتشنج من الناس، من الانستراكتورز على اعلى مستوى. لو عوزت معلومه من اي حد محدش هيستخسر فيك معلومه، محدش هيقول لك لا. طبعا مفيش حد بيقول لا عامه يعني، بس القصه هنا ان هنا فيري بروفيشنال. انا بدرس في الجامعه بقالي 3 سنين دلوقتي او 3 سنين ونص. بجد يا جماعه والله المكان الوحيد اللي برشحه للناس ان هم يدرسوا فيه هو الجامعه الامريكيه. المكان يعني فيري بروفيشنال وهتستفيد منه جدا جدا. والار او اي اللي دايما بقولها لكم في الكورسز، ريتيرن اون انفستمنت، ده يعتبر استثمار في نفسك. وخد بالك الاستثمار في نفسك مش ذهب ولا اسهم ولا بورصه ولا عم اي حاجه هتعينها على جنب علشان خاطر تحفظ قيمتها. استثمار في نفسك بيضرب يا باشا دبل وتريبل، ويعني احتمال يتضرب في 10 في 5 اكس 6 اكس 10 اكس 100 اكس. تاخد الكورس ده تقدم في شركه تانية، بتسافر بره، بتروح هنا بتروح هنا بتروح هنا. وكمان لو اتعلمت، لو اخدت الاختبار بتاع CCNP عشان تاخد السيرتيفيكيشن يعني منهم من ساسكو، الموضوع فيري بروفيشنال يا جماعه. فهنا انت هتاخد اعلى عائد على الاستثمار، لان انت ما بتستثمرش في اسيت اقوى من الاسيت نفسك، انت بتستثمر فيك دلوقتي. فبجد انا حبيت الفت نظركم للحته دي. لو انت متردد انك تدرس الكورس هناك، انصحك انك تدرسه، انصحك انك تخش وتاخد التجربه وتشوف الدنيا فيها ايه وتشوف التعليم الصح عامل ازاي. حبيت بس اقول لكم كده، و امانه عليا يعني ان انا اقولها للناس. لو انت متردد تدفع وانت متردد تروح يعني، او مستكبر التكلفه او كده، حبيت ان اقول لك انقل لك التجربه اللي انا مريت بيها بكل صدق يعني. ولو في حاجه اكيد هقول لك، زي ما هتكلم على مراكز ما تروحش فيها في الشانل قريب، برضو انا هتكلم على حتت برضو انت ما تروحش تدرس فيها. هنا برشح انك تدرس هنا وتدفع وانت قلبك مطمن. انا اسعد لحظه في حياتي كنت بمر بيها وانا بدفع الفلوس بتاعه الكورس في الانجليش. بصراحه موضوع جميل جدا، تحفه تحفه. بس يعني اتمنى تدعموني هنا في عباية نيديو كوتشنج. انا لسه بادئ، وبتمنى لو انت بس خدت شيء ولو قليل من الفيديو، اتمنى تعمل لايك للفيديو وتشترك وتعرف الناس زمايلك على الشانل. ولو انت احتجت اي حاجه كده كده انا موجود تحت في الكومنتس. بتمنى برضو تعلق لي تحت في الكومنتس وتقول لي رايك، هتاخد السيرتيفيكت ولا لا. تكتب كومنتس تحت للناس الطلبه. طبعا في طلبه هنا بيتعلموا الكورسز، بياخدوا يشوفوا يبصوا على الكورسز يعني. فلو حضرتك بروفيشنال بتتفرج على الكورس، اكتب لهم تحت نصيحه، اكتب لهم حد تحت حاجه يقرأوها تفيدهم. بس شكرا جزيلا ان حضرتك موجود، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وخلينا نكمل الفيديو. في اخر الفيديو بتمنى يكون الشرح بتاع الكورس عجبك، وبتمنى تكون اخدت قرارك في انك تاخد الكورس او لا. ولو انت محتاج اي مساعده يا ريت تكلمني تتواصل معايا. كل اللينكس اللي انا موجود فيها برد فيها شخصيا موجوده تحت في الديسكربشن. واتمنى تعمل لي اد على لينكد ان ونتواصل مع بعض على لينكد ان، وكمان في جروب واتساب والانستجرام بتاعي موجود، وبرده الفيسبوك بتاعي موجود. بتمنى تتواصل معايا لو انت احتجت اي مساعده في اتخاذ قرار انك تاخد الكورس او لا. بتمنى كمان تعمل سبسكرايب في الشانل عشان نفضل مكملين في النوع ده من الكونتنت في شرح الكورسز والكوتشنج والدراسه، ونختار التخصصات فين ونختار الجامعات فين وايه الدنيا وايه الكلام في التعليم والكوتشنج وكل حاجه ليها علاقه بالطلبه. وبتمنى تعمل لايك للفيديو وتعمل كومنتس تحت باي سؤال او اي حاجه خاطره جت على بالك عايز تسالني فيها. انا برد في خلال دقيقه او نص دقيقه. واستودعكم الله وابشر يا صديقي.